بنقول حواديت، بهرب. انا بطلت بقى في سني يبقى عيب اذا هربت، انا لازم اقول الحقيقه اللي انا عارفها ورأيي، يمكن حتى رأيي عن حقيقتي غلط، لكن بقوله. واجبي وظيفتي ان انا اقول لو واعرف قلنا التانيين فيهم ايه. لو قلنا عدد الجوائز اللي حصل عليها الفنان يوسف شاهين خلال مشواره الفني دول قد ايه؟ مش عارف. من غير حسد وربنا يبارك. بتعلق الحاجات في البيت. لا ما علقش، كله متخبي بعد لما تحطوني تحت الارض تبقوا تطلعوهم كده مش عايز. لا شؤم ان اطلع الحاجات واعلقها لا، ربنا يسهل بس. الحمد لله الحمد لله، يعني من ناحيه دي انا حتى اتدلعت. حتى اخر جوائز دي لما بحس انه في تكريم خاص جدا جدا، يعني ليه يطلعوني انا اول واحد؟ لازم يدوا كل الجوائز بتاع المهرجان كله يطلعوني انا. فانا بقول الحمد لله. بعد سلسلة الأفلام اللي شفناها للبطل أو للممثل اللي أخذ معظم بطولات هذه الأفلام الفنان محسن محي الدين، تخطيطك للأفلام اللي جاية بالنسبة للأبطال هيكون برضو لنفس الشخصيات، ولا هتحاول تكتشف أو تقدم لنا الجديد في فنانين؟ والله انت قلتيها، بتسالي سؤال انت رديتي عليه. انت قلتي لي ليه في كل فيلم ده بونابرت. تخطيطك للي جاي، انا بسال بقى. بونابرت عندك 3 جداد، 3 و3 في ادوار، يعني احمد وعاطف جداد خالص، والبنت جديده خالص. بس محسن هو اللي في كل الافلام تقريبا البطل. في الفتره دي كان في فتره انا قلت محسن كان يشبه لي وانا صغير، على احلى هو وشويه، لكن انا شايف نفسي انه كنت احلى، لكن فمديني دي يلا. وحساس بشكل خرافي، يعني ممكن اقول بعد محمود المليجي الحساسيه الخطيره جدا اللي لقيتها زي اللي لقيتها في مدام محسنه توفيق. كانت حاجه قريبه جدا مني، حاجه دي موهبه خطيره كمان، يعني مجنونه زيي لكن مهوله. فلما بلاقي دي، وخصوصا مع محسن كان بقى ايه بيمثلني وانا صغير. انا كنت قاعد بقول الحقيقه، اسكندريه، حقيقتي انا في اسكندريه، وبعدين كملتها في حدوته مصريه، بعدين بديله الادوار اللي انا كنت اتمنى اعملها.